بأيام الصيفية كان ماتياس بعد ما يخلص الترويقة ويظبط تخته يلعب مع أصحابه حد البيت. بيوم من الأيام صار شي مع ماتياس هو وعم يلعب وما عرف يتصرف مزبوط. كان ماتياس لحاله عم يلعب بالبالون حد جنينة الجيران وبالغلط بيكسر المزهرية الكبيرة والحلوة تبع جارتن. خاف كتير وانتبه انه ما حدا شاف شو صار. ركض على بيته وتخبى بأوضته. لاحظت امه انه ماتياس عم بيخبي شي عنا ومنه كتير مرتاح. قعدت حده وسألته: ماتياس، في شي زعجك؟ لا ماما، ما في شي. ماتياس حبيبي، انت بتعرف انه يسوع بيطلب منا دايما نقول الحقيقة. بالإنجيل بيقلنا: ليكن كلامكم نعم نعم لا لا، يلي بيعني انه ما في داعي نكذب، ولما نقول نعم لازم تكون مزبوطة. ما فهمت يا ماما، ليه كتير مهم نقول الحقيقة؟ تعال نفكر سوا. لما منكذب ما منكون عم نتشبه بيسوع، صح؟ يسوع بحبنا كتير وبده يانا نشبه ونصير حلوين مثله. هو بيعرف انه اوقات منغلط، مشان هيك بيشجعنا نقول الحقيقة تنصير احلى واحلى. البطل او البطلة هن يلي ما بيخافوا ولا مرة يقولوا الحقيقة. زعل ماتياس انه هو كذب وقرر يخبر الحقيقة. ماما، في شي بدي اقلك اياه. انا يلي كسرت الفاس تبع جارتنا بلا ما اقصد. كانت امه كتير فخورة انه هو قال الحقيقة وطلبت منه انه يعتذر من الجارة ويخبرها شو صار. كان عنده شوية خوف انه يقول كل الحقيقة لجارتهم. شجعته امه وراحوا سوا عند الجارة. خبرها ماتياس انه هو يلي كسر لها المزهرية يلي بتحبها بالغلط هو وعم يلعب بالطابة. تأثرت الجارة بماتياس وبشجاعته فسامحته لما قال الحقيقة. وانتو كمان أصحاب يسوع ما تنسوا تعملوا مثل ماتياس. تذكروا يسوع بيقلنا بالإنجيل إنه انتو بتعرفوا الحقيقة، والحقيقة وحدة اللي بتخليكن تكونوا أحرار ومبسوطين. لما نخبي شي ما منكون حرين ومنضل خيفانين مثل ماتياس. ماريا كانت عايشة ببيت كبير مع أهلها، وكان عندها كل شي بتحلم فيه. كانت تروح على المدرسة، تلبس تياب حلوة، وتحتفل بعيد ميلادها مع رفقاتها. أوضتها كانت دايما مليانة ألعاب، وكان عندها تليفون خاص لإلها. كانت تاخد دروس رقص، غنى وبيانو. وأهلها كان عندهم سيارة كتير حلوة. بيوم من الأيام قرروا أهلها لماريا يزوروا أصحابهم يلي عايشين بمنطقة جبلية كتير بعيدة. وبعد ساعات طويلة من المشوار ضيعوا طريقهم، وفجأة تعطلت السيارة. جربوا يدقوا لأصحابهم يطلبوا المساعدة، بس ما كان في إرسال. وبعد لحظات عتمت الدنيا وبلشوا يسمعوا أصوات دعسات غريبة. خافوا كتير، وفجأة بيطلع بوجهن رجال. هالرجال كان اسمه جان. عرض عليهم المساعدة وعزمهم حتى يروحوا يقضوا الليلة عنده. جان كان عايش مع عائلته ببيت صغير ومتواضع، وولاده كانوا يلبسوا تياب قديمة. ما كان عندهم ألعاب ولا كهرباء ولا حتى سيارة، ورغم هالشي استقبلوا ماريا وأهلها بفرح كبير. على مدى يومين لعبت ماريا مع ولاد جان، ورغم انه ما كان عندهم شي كتير مهم، لاحظت ماريا انهم كانوا بيتشاركوا كل شي بلطف وبكرم. قدام هالواقع
لمست ماريا الفرق الكبير بين حياتها والوضع الصعب يلي عايشينه هالولاد، وانتبهت إنه ولا مرة قدرت فعلا قيمة الحياة الحلوة اللي عم بتعيشها مع أهلها. لما صلحوا السيارة وصار الوقت ليرجعوا، ساعدتهم عائلة جان تيلاقوا الطريق لأقرب ضيعة بيعرفوها. ولما رجعت ماريا عبيتها كانت مليانة فرح وامتنان، غمرت أهلها وشكرتهم على كل شيء عم يعملوا كرمالها، ورفعت عيونها صوب السما وشكرت الله من كل قلبها على كل النعم الموجودة بحياتها. ومن هاليوم بلشت ماريا تشكر الله كل صبح على كل النعم اللي عطاها إياها، خصوصا أعظم نعمة يلي هي حياتها. وهيك تعلمت ماريا تكون ممنونة مش بس على الاشياء المادية يلي عندها إياها، كمان على المحبة والبركات اللي عم تحصل عليها كل يوم بحياتها. ووعدت يسوع إنها ترجع تزور عائلة جان وتساعدهم، لأنها اكتشفت إنه الغنى الحقيقي ما بيتحقق إلا بالحب والعطاء. ماتياس كان عنده جار اسمه أليكس. أليكس الصبي كان يأذي الكل وما كان حدا يحبه بسبب تصرفاته. ماتياس كان مضطر يشوفه كتير لأليكس لأنه أهلهم كانوا أصحاب قراب. كان كتير صعب على ماتياس إنه يتحمله، كان يأذيه بالحكي ويكسر له ألعابه. ماتياس ما كان بده يشوفه لأليكس لا بالمدرسة ولا بالبيت. بس يوم من الأيام أليكس بيسخن وما بيقدر يروح على المدرسة. ماتياس رافض يروح يزوره لأنه كان مزعوج منه على كل تصرفاته المش منيحة. انتبهت أمه لماتياس على هيدا الموضوع وفهمت ليه هو ما بده يشوفه. قربت منه وقالت له: انت بتعرف انه يسوع سامح كل يلي اذيوه وكان دايما مهذب وما يأذي غيره؟ بس أنا ما بدي يرجع يزعجني، بفضل ضل بعيد عنه. بعرف يا حبيبي، أنا كمان ما بدي يأذيك، بس أنا بدي إياك مهذب مع الكل. لازم نجرب نسامح ونحب يلي بيأذونا قد ما كانت صعبة. كل الليل ماتياس عم بيفكر بيلي قالت له إياه أمه. تاني نهار الصبح قرر ماتياس يتغلب على مشاعره ويزور أليكس. بالأول تردد، بس رجع تذكر كلام أمه ومثل يسوع وراح لعنده. صار كل يوم ماتياس يزور أليكس ويجيب له الدفوار تبع المدرسة ويتسلوا سوا. يوم عن يوم أليكس بلش يتغير، وانتبه قديه هو كان يأذي غيره وماتياس تحديدا. لما صح صار أليكس شخص جديد، صار مهذب مع أصحابه ويحترم الكل، وصار محبوب بالضيعة، وصار هو وماتياس أعز الأصحاب. هيدي التجربة علمت ماتياس قديه الحب والمغفرة مهمين، وفهم إنه لما منرد على الشر بالخير منفتح طريق للتغيير الحقيقي والمصالحة. الحب بيصنع معجزات. اليوم رح نتعرف على ماريا. ماريا بنت صغيرة مهضومة وبتسمع الكلمة. بتحب تقضي وقت فراغها على التابلت تبعها، بتلعب فيديو جيمز، بتحضر موفيز، وبتحكي مع أصحابها فيديو كول. مع الوقت صارت تلسى أصحابها الموجودين حدها واللي بينطروها كل يوم تتلعب معهم، وصارت تنسى أهلها وخصوصي ستها وجدها يلي بيحبوها كتير. وشوي شوي هالشاشة الصغيرة سرقت ماريا من عالمها الحقيقي، لدرجة صارت تهمل صلاتها اليومية وتخفف روحاتها على القداس نهار الأحد. جدها وستها أنطوان ومارغريت صاروا بس يعزموها تتجي تزورن
وتتغدى معهم تنسى تجاوبهم أو تقلن إنه هي مشغولة، وصار يقطع الوقت وما انتبهت قديه صارت هي بعيدة عن يلي بتحبن. بيوم من الأيام بدق التليفون، بترد ماريا وبتسمع خبرية بتغير لها حياتها. جدها صابه مرض وفات على المستشفى وحالته خطرة. تفاجأت ماريا وزعلت كتير لأنه صار لها فترة ما شافته لجدها وحست بالذنب. راحت ماريا مع أهلها دغري على المستشفى وشافت جدها بالتخت مريض وضعيف، وفهمت قديه الوقت غالي. لقطت ايد جدها وغمضت عيونها وقدمت صلاتها ليسوع عن نية جدها، ووعدته انه تصير تقضي وقت اكتر مع جدها وستها. يوم عن يوم جدها صار يتحسن وهي ضلت تزوره بالمستشفى. تفاجئوا الحكمة انه صح اسرع مما كانوا متوقعين، وماريا شكرت الله على هالشي. رجع جدها على البيت وماريا صارت تنتبه أكتر قديه عم تقعد قدام الشاشة، وبلشت تخصص وقت من نهارها تتشوف أصحابها وتزور ستها وجدها. وفهمت إنه ما في شي أهم من إنه الواحد يكون حاضر ويحب يلي حواليه، خصوص العيلة. صارت كل جمعة تزور ستها وجدها، تتعلم قصص جديدة من الإنجيل ويلعبوا سوا ويتضحكوا. ماريا تعلمت درس مهم، إنه الوقت بيقطع بسرعة ولازم نعرف كيف عم نقضيه ونستفيد منه ونخصص وقت ليلي منحبن. هالتجربة ذكرت ماريا بكلام يسوع بالإنجيل: أحب الرب إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل قوتك وكل ذهنك، وأحبب قريبك حبك لنفسك. وهيك قررت ماريا تقدم كل ذاتها ليسوع وتخصص وقت أكتر لخدمة القريب.